هعمل معاكم النهاردة بقى حاجة حلوة ب3 مكونات بس، ومن غير فرن ومن غير بيض، في منتهى السهولة والقرمشة، ونتيجتها مضمونة بنسبة 100% كمان. الوصفة دي مفيش فيها أكواب معيارية، هنستخدم كوبايات ومجات البيت العادية. هنحتاج كوباية من الحليب وممكن كمان مية، معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة، نسيبهم يغلوا كده مع بعض، نحط كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وأول ما يبتدي يغلي بنطفي النار ونحط كوباية ناقص معلقة من الدقيق، ونقلب بقى مع حرارة الطاسة كده لحد لما العجينة تتلم معانا. طول ما هي سخنة بقلبها بالسباتيولا، أول ما تهدى كده بقدر أمسكها بإيدي بمسكها، نعجنها بقى لحد لما العجينة تطرى. لقيتوها ناشفة شوية زودوا شوية حليب، أنا زودت كمان من العلبة قيمة ربع كوباية كده، والطاسة سخنة فالحليب اندمج كويس مع العجينة لحد لما تبقى عجينة طريه زي ما انتم شايفين كده. بنغطيها بقى طول ما احنا شغالين عشان ما تنشفش، ونشكلها. بناخد قطع كده ونبططها، نحطها بقى على شيله، على مصفى، تاخد شكل صوابع زينب. ادوها شكل اللي يعجبكم. اهم حاجه نقفلها بعد ما نلفها، تشكلوها، تحطوها على الشيله، تضغطوا عليها، تبرموها او تلفوها كده تاخد الشكل، وتقفلوها من ورا في الاخر علشان ما تفتحش منكم في الزيت. زيت بقى سخن ولكن مش مولع نار، على حراره متوسطه. بنحطها كده، اول ما تحطوها على فكره هتطرى، ما تتخضوش، ما تلمسوهاش الا لما تبتدي تاخد لون خفيف كده. تبتدوا تقلبوها كده بالشوكه لحد لما تلاقوها زي ما انتم شايفين كده، وهتلاقوها في الاخر قرمشت وخدت لون زي ما انتم شايفين كده. تحطها بقى على ورق مطبخ تصفي زيت، واخر حاجه بنحط عليها عسل او شربات تقيل، مش شربات الكنافه او القطايف او اي حاجه من الحاجات دي، ممكن سكر بودره زي ما انتوا حابين، بس هي احلى حاجه فيها بقى العسل او شربات الحلويات الشرقيه بتاعتنا التقيل. شوفوا بقى من بره مقرمشه ومن جوه شاربه العسل والشربات ازاي، مرمله من جوه ومن بره بتقرمش كده. شايفين من جوه العجينه كمان مستويه ازاي؟ تجنن. جربوها وليه رايكم فيها.